ضحك الباكي نجيب الريحاني. اهلا بكم في قناتي اخبار النجوم. مع اني لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت. الحضور الراقي المحترم، مش عارفه اشكركم ازاي على دعمكم ليا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، ومن فضلكم فضل منكم ومش امر، مزيد من الدعم. اختكم محتاجه دعمكم. الفنان الكبير نجيب الريحاني الضاحك الباكي. ولد نجيب الريحاني في 21 يناير 1889 في باب الشعرية القاهرة. الأب عراقي الجنسية، يعمل بتجارة الخيول. الأم مسيحية قبطية، عيلة ميسورة الحال جدا. نجيب كان من ضمن 3 إخوات. اسمه نجيب الياس ريحانة، الشهير بنجيب الريحاني، وهو من أبرز رواد المسرح والسينما في الوطن العربي، خصوصا في مصر، ومن أشهر الكوميديين في تاريخ الفن. نجيب الريحاني اللي قدر يترك مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، وده طبعا من خلال أعماله التي كانت تميل إلى طبقة الفقراء، الذي كان واحدا منهم في يوم من الأيام. تلقى نجيب الريحاني تعليمه في أرقى المدارس في القاهرة. التحق نجيب الريحاني بمدرسة الفرير الفرنسية. كان منكبا على الدراسة، وكان يقضي الساعات في مطالعة الأدب الفرنسي والعربي. كان متفوقا بهم إلقاء وكتابة، وتأثر بأدب الفرنسي الساخر، وترجم للأدب الفرنسي معظم أعماله. وقد لاحظه الشيخ بحر أستاذ اللغة العربية، فاختاره رئيسا لفرقة التمثيل، وكان بيتدرب على أدواره بأصوات عالية ولساعات طويلة، ده طبعا في بيته، اللي خلى والدته تعرضه للتأنيب. توفى والد نجيب الريحاني بعد حصوله على الشهادة الثانوية في عمر 16، فلم يكمل نجيب الريحاني دراسته، واضطر للعمل لمساعدة أسرته. اشتغل نجيب في بنك الزراعي بالقاهرة، ده لأن والده ترك ثروته بالكامل لابنة أخته اليتيمة. أحب نجيب الريحاني التمثيل جدا، وبدأت حياته المهنية بعيدا عن الفن، تحديدا في البنك الزراعي. وهناك في البنك الزراعي اتعرف على عزيز عيد، لكن عزيز عيد كان خريج مسرح، وكان أيضا بيشتغل في البنك الزراعي. لم يمضي وقتا طويلا حتى بدأت صداقة بينهما، وانضم نجيب الريحاني إلى فرقة عزيز عيد. وسبب تغيبهم المستمر عن البنك بسبب التمثيل تم فصلهما، وبعدما الأضواء سلطت على نجيب الريحاني طردوا عزيز عيد من فرقته. ينضم نجيب الريحاني إلى فرقة عطلة التي أيضا لم يستقر فيها، وبدأ نجيب الريحاني يشعر بالإحباط، وحس ان سعيه في مجال المسرح والسينما دون فايدة. وقتها انتقل نجيب الريحاني الى الصعيد ليعمل في مصنع السكر، واللي كان بيتقاضى مبلغ جيد نظير عمله، ولكن سرعان ما تخلى عن ذلك، وعاد نجيب الى القاهرة للجلوس في مقهى برنيتينيا الذي كان يجلس عليه الفنانون العاطلون عن العمل. وتدهورت احواله اكتر واكتر، ده لما طردته والدته من المنزل. وكان صاحب مقهى بريتينيا كان يوناني الاصل، حاول ان هو يساعد نجيب الريحاني وعرفهم مجموعة من الفنانين. وبدأ نجيب الريحاني بفرقة اخدت تعرض في جراج، حولوا نجيب الى مسرح، وعليك ان تحضر كرسيك معاك اذا اردت الحضور. تحسنت احوال الفرقة ماديا، وبدأوا عروضهم في مكان اخر هو مسرح بريتانيا في القاهرة. وانضم الى الفرقة التي احتوت على نجيب الريحاني وأمين عطلة وأمين صدقي وروزا اليوسف وسيد درويش وبديع خيري، الذي صادق نجيب الريحاني حتى مماته. وتخلى نجيب عن فرقته وعاد عاطل من جديد، ولكن المرة دي بخبرة مسرحية كبيرة عرف من خلالها قدراته التمثيلية، إلى أن قدم له ستيفان روستي فرصة جديدة للعمل على مسرح أبي داي روزا، حيث ابتكر نجيب شخصية كشكش بيه التي ارتبطت باسمه. بعدها قام بذلك بالشراكة مع الخواجة ديمو كونجاس بشراء مقهى حولت إلى مسرح اسمه مسرح الكونجاسية، الذي حمل اسم نجيب الريحاني لاحقا، التي قدم عليها عروض استثنائية كانت النقطة التحول في تاريخ الفن الاستعراضي المصري والعربي. كان نجيب الريحاني أول من استعان بفرقة رائصات استعراضية أجنبية، وقام الريحاني بجولات مع فرقته، جولات عديدة في الجزائر وتونس. وبعد غياب 18 شهر قرر نجيب الريحاني العودة، حيث لاقت عروضه ومسرحياته التي كان يؤلفها مع صديقه بديع خيري نجاح كبير جدا، وده لقربها من الناس ومشاكلهم وحياتهم، مثل الشايب لما يتدلع، حتى آخر مسرحياته حسن ومرقص وكهين. شارك نجيب الريحاني في 9 أفلام. في مذكراته اللي نشرها في مجلة الهلال سنة 1958 قال فيها نجيب الريحاني إن أولى محاولاته كانت نقل مسرحياته الناجحة إلى الشاشة، فحين عاد من جولات عربية مسرحية فوجئ بالمخرج والكاتب السينمائي ستيفان روستي معه المصور كبرياني، عرضوا عليه إنه يحول إحدى مسرحياته إلى فيلم من أجل دخول السينما، واتفق ال3 على شخصية كشكش بيه. تم التعاون بالفعل بين الريحاني وستيفان روستي اللي كان بيكتب ويخرج فيلمه الأول صاحب السعادة كشكش بيه،
وده كان عام 1931. نجح الفيلم بدليل ان نجيب الريحاني اتجه الى تكرار التجربة بفيلم وديد كشكش بيه الذي استعان فيه بالكتابة صديقه المسرحي بديع خيري، وكان من إخراج المخرج الإيطالي تارا لوبيا سنة 1934. وكان الفيلم الثالث ياقوت برضه سنة 1934 شارك في إخراجه أحمد بدرخان وويلي روزية. وفي عام 1936 قدم نجيب الريحاني سلامته عايز يتجوز. وسنة 1937 وساي عمر سنة 1941. والفيلمين كانوا من إخراج نيازي مصطفى. ومن أهم مرحلة سينمائية في حياة نجيب الريحاني كانت عام 1946 حيث قدم فيلمين من أشهر أفلامه لعبة الست مع المخرج ولي الدين سامح. البطولة طبعا كانت لتحية كاريوكي. مع نفس المخرج قدم فيلمه أحمر شفايف مع الراقصة سامية جمال. وفي عام 1947 قدم نجيب الريحاني فيلم أبو حلموس مع المخرج إبراهيم حلمي بطولة زوزو شكيب. اعتمد نجيب الريحاني على مجموعة من الممثلين ثابتة معاه زي الفنانة ماري منيب وحسن فايق وعباس فارس وعبد الفتاح القصري ومحمد كمال المصري شهير بشرف أنطح. وفي عام 1949 وتحديد في 8 يونيو هو عام وفاة الفنان الكبير الضاحك البكي نجيب الريحاني. وقبل وفاته بيكرر أنور وجدي استغلال نجومية الفنان الكبير نجيب الريحاني الكوميدية وموهبته الغنائية والموهبة الغنائية لليلى مراد مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ويوسف وهبي. قدم أنور وجدي فيلم غزل البنات من الفقير، إلى أن نجيب الريحاني لم يكمل مشاهده ورحل أثناء التصوير. توفى بمرض التيفويد عن عمر 60 عام. اعتزل نجيب الريحاني وفي جعبته أكثر من ورصيده الفني لم يتجاوز 10 أفلام. وبيته الذي لم يسكنه قصر تحول إلى قصر ثقافة الريحاني. ده كان تصميم المهندس الإيطالي شارلي عريوط. والغريب بعد وفاة الريحاني إن هم وجدوا تحت وسادته بالمستشفى الذي فارق الحياة فيها مصحف وكان فيه آثار قراءة فيه وصفحات مطوية داخله، مما أثار دهشة أقاربه وأصدقائه، حيث كان الريحاني صديق وحبيب الكل، مسلم مسيحي يهودي درزي، كما قال عنه رفيق عمره بديع خيري.